السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ لو لسه بقى ما عملتيش الكيكه الترند هنعملها النهارده مع بعض. هنعمل كيكه الويفر بطريقه سهله، ومكونات ان شاء الله تكون موجوده عندك. وزي ما انتوا شايفين هتطلع معاكي كده على شكل طبقات، بجد حلوه قوي. خليط كده من كيك الفانيليا على كيك الشوكولات، بس هي اقرب ما يكون للبسكوت عن الكيك كمان. يعني انتي هتحسي انك بتاكليها في قرمشتها، الطعم بتاعها اقرب للبسكوت بس طعمها رهيب. اول حاجة معايا هنا كوباية من السكر وكوباية من الزيت وثلاث حبات من البيض، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. وانا هنا هستخدم الكوباية العادية بتاعتنا، اي مج عندك عادي، بس هتستخدمي كل المقادير بنفس الكوب اللي انت استخدمتيه. لو البيض حجمه صغير هتستخدمي 4 حبات من البيض. وهنا هنعملها في الخلاط، يعني اسهل ما تتخيلي. هننزل بالسكر والبيض والزيت وهضربهم في الخلاط كويس قوي لحد الخليط ما يمتزج تماما، وزي ما هتشوفوا لونه معاه كل السكر يدوب تماما. هنجيب بقى اي بولة كبيرة وهننزل بالخليط بتاعنا بالشكل ده كده. وهنيجي بقى للمكونات الجافة. معايا 5 كوبايات من الدقيق، والكوباية نفس اللي انا استخدمتها في الزيت والسكر، وضفت عليها معلقة من البيكنج باودر، والمعلقة معايا كانت معلقة كبيرة. هننزل بالدقيق زي ما انتوا شايفين، نزلت ب5 كوبايات كاملين. هقلبهم كويس قوي لحد ما يديكي عجينة طرية ومش بتلزق، وفي نفس الوقت هتكون سهلة معاكي في الفرد زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. اسهل ما في الطريقة دي بقى ان احنا لا بنستخدم زبدة ولا سمنة ولا بنستخدم عجان ولا مضرب، فالطريقة سهلة تقدري تعمليها في الخلاط بكل سهولة. هنقسم بقى العجينة بتاعتنا، شايفين قد ايه طرية ولا بتشقق ولا بتلزق. وقسمتها لجزئين، جزء هضيف عليه معلقة ونص من الكاكاو الخام، اهم حاجة يكون النوع الكاكاو كويس وما يكونش محلى. وطبعا هتحسي ان العجينة نشفت معاكي، فهتنزلي عليها بمعلقة كبيرة من الزيت علشان تطرى معاكي، لان الكاكاو بينشف العجينة بالشكل ده كده. وهكمل لحد ما توصلي لدرجة اللون اللي انتي حباها. حابة درجة الكاكاو تكون افتح بتقللي، بس هو معلقة ونص حلو قوي علشان تبان معاكي في الطبقات. وهنا كانوا العجينتين معايا جاهزين. هنبتدي بقى نجيب الفرادة بتاعتنا ونفرد العجينة بتاعتنا على شكل الصينية اللي انا هدخلها فيها. وانا هنا فردتها على كيس تلاجة او ممكن ورق زبدة، او انك لو عندك بورد نضيفة ومتعودة انك تفردي عليها هتشتغلي عليها. هنسوي بقى الاطراف، اهم حاجة نسويها بتكون بحجم المساوي للصينية اللي انا هدخلها فيها. فانا الصينية عندي على شكل مستطيل كده، فبدأت ان انا اسويها على نفس الشكل. وهنفرد برضو الخليط التاني اللي عملناه بالكاكاو بنفس الطريقة، وهننزل بيهم على بعض. مش هتفرق بقى ان اللي يكون تحت اللي بالفانيليا سادة من غير كاكاو، او اللي فوق، احنا كده كده هنعملها على شكل طبقات. تبتدي تفردي كده وبعدين نطبق اول تطبيقة. معايا انا هنا هعملها على 3 طبقات او 4 طبقات زي ما تحبي. كل ما هتزودي عدد طبقات كل طبعا ما هتديكي الشكل الطبقي اكتر، فده بيرجع لرغبتك وحسب كمان العجينة ما تاخد معاكي طبقات. فهو من 3 ل4 حلو قوي ومناسب. ودي الطبقة التانية. كل طبقة بعدها بفرد، يعني بطبقها تطبيقة وبعد كده ببتدي افردها تاني ونرجع نطبقها. هتحسي بقى ان في الاواخر كده كل ما تزودي عدد الطبقات تحسي ان لون الكاكاو بيبتدي يظهر معاكي، لان طبيعي الطبقات بتتداخل مع بعضها من خلال الفرد اللي احنا فردناه. فعادي ما تقلقيش، مفيش اي مشكلة وهتطلع معاكي بجد خطير. دي بقى اخر طبقة معايا، هفردها وارجع اطبقها التطبيقة الاخيرة وادخلها في الصينية على حرارة 180. بتاخد معايا تلت ساعة لنص ساعة، والرف بيكون معانا رف اوسط. بعد ما بخرجها بنسيبها لحد ما تبرد، اهم حاجة تكون بردت معاكي تماما.
هتحسي ان هي لونها من فوق فاتح، ما تقلقيش، هو ده شيء طبيعي. هنزل عليها بقى بقارب من الشوكولاتة البيضة، بنكون مسيحينه في الميكروويف، عليه معلقة من الزيت او بتسيحيه على حمام بخار. وبعد كده بنعمل بقى خطوط كده بشوكولاتة بني او دارك، اي نوع تحبيه، وممكن العكس، ممكن نبدأ بالشوكولاتة بني وبعد كده بنعمل الخطوط بالشوكولاتة البيضة زي ما تحبي. هناخد بقى العصاية بتاعتي كده ونبتدي ان احنا نعمل خطوط كده رايح جاي بشكل عشوائي عشان تديكي تعريجة او الشكل ده. خطوات كلها سهلة بس بتطلع معاكي بجد كيكة حلوة قوي، وهي ترندي الفترة دي، وكمان طعمها خطير. واهم حاجة بقى معانا قبل الشوكولاتة معاكي ما تمسك وتكون صعبة وتيجي تقطعيها هتتكسر معاكي، انك تقطعيها من دلوقتي. نبتدي نقطعها والشوكولاتة لسه طرية معاكي بالشكل ده، قطعيها بقى الشكل اللي تحبيه. كل فترة كده بمسح القطعة بتاعتي وارجع اقطع تاني عشان ما تنزلش قطع على الوش وتضيع الشكل اللي انتي عاملاه. هتتقطع معاكي بكل سهولة، وزي ما قلتلكوا هي مش طرية زي الكيكة ولا هي ناشفة قوي زي البسكوت، هي حاجة بين الاتنين. بعد بقى ما نقطعها كلها هسيبها لحد الشوكولاتة بتاعتها ما تتماسك تماما. شايفين هنا كانت اتماسكت، مش بتاخد وقت، بس اهم حاجة زي ما قلتلكوا ان احنا نسيبها قبل ما نضيف لها اي نوع شوكولاته، بنسيبها لحد ما تبرد عشان ما تاخدش معاكي وقت اطول، او تحسي ان نوع الشوكولاته اللي انت عملتيه خرز معاكي او سكر، لا، فنستنى تبرد الاول وبعدين نضيف الشوكولاته اللي انت حابه تضيفيها. وهنا زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي وعاطيه معاكي شكل طبقات، وكمان طعمها خطير، فتستاهل ان احنا نجربوها. انا مش من الناس المعتاده ان انا بحب اعمل حاجه ترندي او كده، بس بجد الوصفه دي حسيتها انها هتكون حلوه وفعلا خطيره وطعمها حلو قوي. جربوها وفرحوا اولادكم وان شاء الله تعجبكم. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتقولوا لي بتتابعوني منين، وكمان تكتبوا لي رايكم لما تجربوا الوصفه. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.